بيبدأ الجزء التاني من مسلسل لعبة الحبار مع فريق سيونج وهو بيحاول يشد الحبل ضد فريق الخصم قبل ما يقعوا من على المرتفع اللي هم فيه، وبتكون دي لعبة من ضمن 6 ألعاب لازم يكسبوها وإلا هيموتوا لو خسروا. وبيكون سانجي شايف إن هم هيخسروا فبيأمر فريقه إنه يتقدم 3 خطوات لقدام، وبينجحوا إنهم يوقعوا فريق الخصم وبيرجعوا بسرعة يسحبوا الحبل، وبيكسب فريق سيونج وبيموت كل الفريق التاني، وبيرجع الفريق كله من تاني لقاعة النوم. وبتكون اللاعبة رقم 212 باصة للبلطجي وبيقلق منها لانه بيكون خانها ورفض تنضم له في فريقها وضربها، وده لانه عارف ان اللعبه الجايه هي شد الحبل من الدكتور رقم 111 اللي بيتعاون من اشخاص من اللعبه نفسها في تجاره الاعضاء مقابل انهم يساعدوه بمعرفه الالعاب الجايه وبيدوق اكل زياده. وبيرجع فريق سيونج للقاع من تاني وبيبان على الشاشه ان اللي فاضلين هم 40 لاعب بس، والجائزه النقديه بقت 41 مليار و600 مليون ون. وبتقدم اللاعبه رقم 212 نفسها ليهم وبتقول لهم ان اسمها هان مي ومبسوطه انها انضمت لفريقهم. وبيكون فاضل نص ساعه على قفل الانوار والنوم، وبيقرر فريق سيونج انهم يبنوا حاجه شبه مكان الحمايه علشان محدش يقتلهم وهم نايمين. وبيجي البلطجي عشان يقول لسيونج انه لو فاكر ان اللي بيعمله هيحميهم يبقى بيكذب على نفسه، ولكن سيونج بيقول انه لازم يخلي باله من فريقه الاول لان الغدر بيجي من القريب قبل البعيد. وبيقرر انه يرجع لفريقه وبيقول لهم انهم هيناموا الليله ومفيش قتل، وبيلاقي ان الدكتور مختفي وبيعرف انه راح الحمام من بدري، وبيكون الدكتور موجود في المخبأ بتاعه مع باقي اعضاء فريق اللعبه عشان يشيل الاعضاء من اللعيبه ويبيعهم، ومعاهم واحد في اوضه المراقبه عشان يخفي وجودهم من على الكاميرات. وبيقدر ينضم لهم الظابط وانج اللي اخوه اختفى في اللعبه دي، وقرر انه يدخل جواهم كجاسوس عشان يعرف هيعملوا ايه، وما بيقدروش انهم يحددوا هويته بسبب انه لابس قناع خافي شكله. وبيكمل الدكتور العمليات اللي بيعملها، وبيكون البلطجي في قاعه النوم مش عارف ينام بسبب قله ثقته في اللي حواليه، وبيفضل مستني الدكتور اللي المفروض كل ده في الحمام. وبيكون الدكتور وقتها بيشرح الميت اللي قدامه، وبيفضل هوانج متحكم في اعصابه لحد ما بيلاقي ان هو اللي مطلوب منه ينقل الاعضاء بره الجزيره للتجار. وبيلاقي الدكتور ان الميت بكليه واحده بس، وبيقول لهم ان ده هيبقى سبب في تقليل الفلوس، وبيسلم كل الاعضاء لهوانج في شنطه، وبيتحركوا من خلال ممر سري لحد ميه، وبيكون اللي مع هوانج شاكك فيه وبيهدده وبيطلب منه يقلع القناع، ولكن هوانج بيكون ناجح انه يهرب مسدس معاه وبيهدد اللي قدامه بيه، وبيقول له انهم سبب في موت اخوه وان هو اللي بكليه واحده لان الكليه الثانيه اخوه اتبرع له بيها. ولكن الفرد اللي قدامه بيقول له ان الشخص اللي اخده كليته كانت ست مش راجل، وانه لو عايز اي معلومات عن اي لاعب يروح اوضه القائد هيلاقي قائمه بكل اسمائهم ومعلوماتهم الشخصيه. وقبل ما يكمل كلامه بيقتله هوانج وبيقضي عليه، وفي نفس الوقت بيكون الدكتور حاول يهرب من المكان اللي هو فيه لحد ما بيتحاصر في قاعه الالعاب، وبيجري وراه فرد من افراد الفريق وبيحاول يقنعه انه لازم يرجع سريره والا كلهم هيقعوا في مشكله. ولكن القائد بيظهر من وراهم وبيتقتلوا هما الاثنين بسبب خيانتهم للمكان. وبيبدا القائد يتحرى على كل اللي حصل بخصوص عمليات بيع الاعضاء لحد ما بيوصل للممر السري اللي فيه اسطوانات الاكسجين، وبيلاقي راجل مقتول في الميه، وبيتاكد ان لسه في شخص خاين عايش، وده لان كل اسطوانات الاكسجين موجوده، معنى كده ان محدش هرب من الجزيره. وبيكون هوانج ساعتها قدر يوصل لاوضه القائد من خلال فتحات التهويه، وبيوصل لمخزن الملفات وبيتصدم لما بيلاقي ملفات من 1999، معنى كده ان لعبه الحبار شغاله من 1999 لحد وقتنا الحالي. وبيفضل هوانج يدور في الملفات لحد ما بيوصل لملف 2020 وبيدور على اسم اخوه ما بيلاقوهوش، وبيشوف قائمه الفايزين في السنين اللي فاتت كلها، وبيكون شخص واحد بس هو اللي بيكسب والباقي بيموت. وبيكتشف ان اخوه شارك في اللعبه في 2015 وكسب الجايزه، وبيروح هوانج لملف اللاعبين بتوع 2015 وبيلاقي اسم اخوه فعلا فيهم، وبيتم تفتيش كل المكان عن الفرد رقم 29 واللي مختفي من اوضه نومه، ولكن محدش بيلاقيه لانه موجود في مخزن القائد. وبيتم الاعلان عن اللعبه الرابعه، واثناء طريقهم لقاعه الالعاب بيلاقوا 5 اشخاص من ضمنهم الدكتور مقتولين ومتعلقين من ايديهم، وبيتعرف ان ده جزاء اللي بيحاول يشوه او يخون اللعبه، وبيتوجهوا كلهم ناحيه قاعه اللعب. وبتكون اللعبه هتتلعب فرق، كل فريق شخصين بس، وبيتحالف سانج مع علي، وبيكون سيونج مش عارف يجيب حد تاني معاه، وبيحاول لاعب انه يقنعه يلعب معاه، وده لانهم كانوا 40 واحد لكن بعد موت الدكتور بقوا 39، معنى كده ان في حد هيفضل لوحده مش هيلعب وهيتم اقصائه، وغالبا هيكون الراجل العجوز. فبيقرر سيونج انه يعمل فريق مع العجوز، والوحيده اللي بتفضل لوحدها هي هان مي، وكل الفرق بتتحرك على قاعه مختلفه، وبياخد افراد اللعبه
اللعبه هان مي. وبيتم توزيع كل اللاعبين على اماكن شبه الحي، وكل لاعب بياخد 10 بليات في ايده، والقانون الوحيد الموجود ان الفايز هو اللي ياخد بلي شريكه ويبقى معاه 20 بليه يكون كسبان وشريكه يخسر بدون عنف. وقدامهم 30 دقيقه بس للانتهاء من اللعبه، وبيبدا كل فريق انه يخترع اللعبه اللي هيلعبها بالبلي سواء بالمراهنه او تخمين عدد الكور اللي في الايد سواء كان عددها فردي او زوجي. ولكن العجوز بيرفض انه يلعب بلي وبيفضل يتمشى في المكان لحد ما سيونج بيقول انهم لازم يلعبوا والا هيموتوا سوا، وبيقول انه مبسوط انه هيلعب معاه وانه هيناديله باسم جامبو يعني صديقه وشريكه في اللعب. وبيلعبوا لعبه الفردي والزوجي، وبيخسر سيونج 9 كرات بلي من ايده وبيتبقى معاه بليه واحده بس، وبيكون علي عمال يكسب سانج لحد ما سانج بيترعب انه ممكن يموت، وبيقنع علي ان اللعبه مستحيل تقتل فريق وانهم لازم يقتلوا شخص واحد بس وممكن يعيشوا هما الاثنين وساعتها هتكمل اللعبه وهيلعبوا فرق تانية وهكذا. وان اهم خطوه دلوقتي هي انهم يدوروا على لاعبين ضعاف مش قادرين يلعبوا، وبيوافق علي على كلامه وبيقول له انه يفترقوا عن بعض ويختاروا الفرق باحكام. وبيعرض سانج عليه انه ما ينفعش يفضل ماسك البلي في ايده وانه لو علقهم على رقبته يبقى احسن، وبيعمل له قماشه تتعلق على رقبته، لكنه بيبدل كيس البلي بتاع علي بكيس البلي بتاعه من غير ما حد ياخد باله. وبيفترقوا وفي نفس الوقت بيضطر سيونج انه يستغل حاله الزهايمر اللي زادت على العجوز وبيخليه يخسر البلي اللي معاه وبيتفضل مع العجوز بليه واحده بس. وساعتها بيطلع سانج البلي اللي معاه واللي بيكون سرقه من علي وبيقدمه للحارس، وبيخرج بره القاعه وبيشوفوا علي وهو طالع من القاعه وما بيفهمش هو كسب ازاي، وبيفتح الكيس اللي معاه بيلاقي فيه زلط كتير وبيفهم ان سانج كدب عليه وبيموت علي. وبتكون كانج بتلعب مع بنته بعد ما البنت بتعرف قصتها بتقرر انها تتنازل عن البلي اللي معاها في سبيل ان كانج تكسب وترجع لاخوها الصغير اللي في دار الرعايه. وبيكمل سيونج جري ورا العجوز لحد ما العجوز بيوصل لمكان كان شبه بيته زمان، وبيفضل يقول ذكرياته لسيونج وبيشكره العجوز انه دافع عنه ولعب معاه وبيديله اخر بليه معاه وبيقول له انه افضل جامبو لعب معاه من فتره. وبيموت العجوز وبيتم نقل الاموات للمحرقه، وبيكون القائد متوتر بسبب ان هوانج لسه ما اتقبضش عليه وبيطلب بسرعه البحث عنه قبل ما الشخصيات المهمه تيجي. وبيرجع باقي اللاعبين لقاعه النوم وبيلاقوا ان هانمي لسه عايشه ما ماتتش بسبب انها ما لعبتش فما كانش ينفع تتقتل بدون سبب. وبيظهر على الشاشه ان فاضل 17 لاعب بس، وبيرجع القائد اوضته بيلاقي سلك السماعه مختلف عن اخر مره سابه وبيفهم ان الدخيل موجود في اوضته هو، وبيبدا يفتش بنفسه المكان وبيوصل للمخزن، وقبل ما بيقدر يلاقيه بيجيله تليفون ان في جثه موجوده على شط الجزيره فبيتوجه ليها وما بياخدش باله من هوانج. وبيروح على شط البحر بيلاقوا واحد ميت ومعاه بطاقه الشرطه واسمه هوانج، وبيكون ده نفس الشخص اللي هوانج سرق لبسه في الاول خالص وحط البطاقه بتاعته في جيبه ورماه من السفينه. وبيجي 6 اشخاص لابسين اقنعه ذهبيه وبيقابلوا القائد وبيطلبوا انهم يقابلوا المضيف بتاعهم، ولكن القائد بيقول لهم ان المضيف مش هيقدر يحضر معاهم بسبب ظرف طارئ، لكن المهم ان الالعاب هتتلعب كالمعتاد. وكل ده بيكون هوانج سامعه وهو مستخبي في فتحه التهويه. وبتكون لعبة الحبار هي لعبة مراهنات لكبار رجال الأعمال، وكل اللي حصل بيكونوا قادرين يشوفوه على شاشات بيوتهم وبيراهنوا على الشخص اللي هيكسب اللعبة، وبيتم توزيع رجال الأعمال على أوضهم لحد اللعبة الجاية. وبيقدر هوانج انه يلبس لبس الجرسون بعد ما بيضربه، وبيشغل الموبايل بتاعه اللي فاصل شبكه على تصوير فيديو وبيخبيه في البدله اللي لابسها. وبيصحوا اللاعبين على خبر ان في واحد منهم شنق نفسه لانه خسر مراته في لعبه البيلي، وبيقل عدد اللعيبه ل 16 لاعب، وبيتم الاعلان على اللعبه الخامسه. وبيتحركوا على قاعه الالعاب وبيلاقوا 16 تمثال قدامهم، وبيطلب منهم ان كل واحد فيهم يختار تمثال وياخد الرقم اللي عليه، وبيكون رجال الاعمال بيتفرجوا عليهم، وبعد ما اغلبيتهم بيختاروا الارقام الوسطى بيتقال باقي اللاعبين ان الارقام دي هي ترتيب ادوارهم في اللعبه الجايه. فبيروح سيونج وبيتردد انه ياخد رقم واحد ويبقى اول واحد يلعب ولا اخر واحد، وممكن يكون مفيش وقت ليه، لكن كل الارقام التانيه بتتاخد ما عدا الاول والاخير. وبيفضل واقف قدام رقم واحد لحد ما بيجيله لاعب رقم 96 بيقول له انه عايز ياخد الرقم الاول عشان نفسه يبقى الاول في اي حاجه في حياته لانه طول حياته الاخير. وبيوافق سيونج يديله رقم واحد وبياخد هو رقم 16، وبيتحركوا على قاعه اللعبه الخامسه، وبيكونوا قدامهم جسر زجاجي لازم كل لعيب يعدي عليه، والجسر مكون من مربعات زجاجيه كبيره، وفي نوعين من الزجاج، زجاج مقوى يستحمل وزن اللاعب، وزجاج عادي بمجرد الوقوف عليه هيقع اللاعب لتحت ويموت بسبب الارتفاع. وبيبدا اول لاعب وبيموت في الخطوه الثانيه ليه، وبتيجي اللعيبه الثانيه وبتفتكر انها تاخد خطوه يمين وخطوه شمال لكنها بتقع في الخطوه الثالثه ليها، وبيبدا باقي اللاعبين انهم يدخلوا ورا بعض. وبيكون سيونج في امان ان كل البلاطات اللي قدامه هتتكشف وفي مشكله بسبب استهلاك الوقت وبطء اللعبه، وبينزل اللاعب رقم 6 عشان يصلي ويضيع الوقت اكتر للي ورا لحد ما واحد بيتخانق معاه
ولكن اللاعب رقم 6 بيرميه من على لوح الازاز اللي قدامه وبيتكسر، وبيكمل هو جري على اللوح التاني، وبيفضل اللاعبين يقعوا لحد ما بيبقى البلطجي هو اول واحد، وبيقول للي قبله انه مش هيتحرك ولا خطوه واحده، واللي عايز يعديه يعديه، وبكده يكون ضمن انه مش هيموت، لحد ما هان مي بتزق اللي قدامها وبتموته، وبتكون هي اللي ورا البلطجي، وساعتها بتقوله ان هي اللي هتعدي قدامه، واول ما بتيجي جنبه بتحضنه وبتقوله انها وعدته لو خانها مش هتسيبه، وفعلا مش هتسيبه، وبتنط بيه وبيموتوا هما الاتنين، وبيقل عدد اللاعبين ل4 بس، وبيكون اولهم لاعب اشتغل في مصنع زجاج لمده 30 سنه، وقدر انه يحدد الزجاج المقوى من خلال انكسار الضوء عليه، وبمجرد ما القائد بياخد باله من كده بيطفي النور عليهم عشان يخلي اللاعب يعتمد على الحظ بس، وبيجي تليفون للقائد ان في واحد من رجال الاعمال اغمى عليه في اوضته، وبيفهم ان الدخيل لسه موجود، وبيروح القائد لاوضته فبيلاقي ان في اثر عند فتحه التهويه، وبيبص فيها فبيشوف هوانج وهو بيهرب، وبنرجع للعبه، وبيكون الوقت قرب يخلص، وبيضطر سانج انه يرمي اللي قدامه على الازاز وبيتكسر بيه وبيموت اللاعب، وبيعدي هو وسيونج وكانج بسلام وبيكسبوا اللعبه، وبمجرد ما الوقت بيخلص بيتم تفجير كل لوح الازاز اللي قدامهم، وبيكون القائد امر بالبحث عن الدخيل في الميه، وانه لازم يتقبض عليه قبل هروبه من الجزيره، وبيرجع اللاعبين لقاعه النوم وما بيكونش فيها الا 3 سراير على عددهم، وبيجي شخص مقنع بيهنيهم بوصولهم للمرحله دي، وبيقول لهم انهم ليهم مفاجاه هيروحوها بعد ما يلبسوا البدل اللي قدامهم، وبيبان ان كانج اتصابت بقطعه ازاز لحظه التفجير اللي حصل، وبيتم تقديم اكل فاخر ليهم، واثناء اكلهم بيتم مطارده هوانج على الجزيره اللي وصل لها، وبيحاول انه يبعت الفيديوهات والصور لرئيسه في الشرطه، ولكن بيتم محاصرته عند حرف الجزيره، وبيجي له القائد بيقول له ان المسدس اللي معاه ما بقاش فيه غير رصاصه واحده بس، وبيضربها هوانج على كتف القائد، وبيقرب القائد منه وبيخلع القناع بتاعه قدامه، وبيطلع القائد هو اخوه، وبيطلب منه يسلم نفسه، لكن هوانج بيرفض، فبيضطر اخوه انه يضربه بالرصاص، وبيقع من على حرف الجزيره في الميه، وبيموت من اخوه اللي هو اصلا كان داخل المكان ده عشان يدور عليه ويحاول ينقذه، وبعد ما اللاعبين بيخلصوا اكل بيتم تسليمهم سكينه، وبيرجعوا تاني لقاعه النوم ومعاهم السكينه، وبيروح سيونج الكانج وبيقول لها ان باين عليها انها مصابه وانه مش جاي يقتلها، وعايز يبقوا فريق ضد سانج لانه بعد اللي عمله على الجسر ما بقاش يثق فيه، وبتطلب منه كانج ان اللي يعيش منهم بعد اللعبه الاخيره يهتم بعيله التاني، وبيتفقوا على كده، ولكن بيغمى عليها بسبب انها فقدت الدم كتير، فبيجري سيونج على البوابه وبيطلب من الفريق انه يساعد كانج لحد ما البوابه بتتفتح، وبيدخلوا بتابوت، وبيبص سيونج وراه بيلاقي سانج ذبح كانج وقتلها، وبيبقى باقي 2 لاعبين بس وهم سانج وسيونج، وبتبدا اللعبه السادسه والاخيره وهي لعبه الحبار، وبيعملوا قرعه بينهم عشان يعرفوا مين الدفاع ومين الهجوم، وبيطلع سيونج هو الهجوم، وبيقول لهم المقنع ان الهجوم لازم يدخل جوه الرسمه بتاعه الحبار ويتجاوز الدفاع ويدوس على راس الحبار عشان يفوز، ولو قدر المدافع انه يطرد المهاجم بره الرسمه يبقى هو الفايز، ولو حصل ظرف وواحد ما قدرش يكمل هيعتبر خسران، وبيبدا سيونج وهو بره الرسمه ينط على رجل واحده لحد ما بيقدر انه يدخلها، واول ما سانج بيقرب منه بيرمي سيونج رمله من الارض في وشه، وبيقدر سيونج انه يعدي جوه الرسمه وبيمشي على رجليه الاتنين عشان يبقى اسرع، وبيسمي نفسه بالمفتش السري، وبيساله سيونج عن سبب قتله لكانج، وبيقولوا انهم كانوا ممكن يصوتوا على انتهاء اللعبه والاغلبيه كانت معاهم، فكان لازم يضمن انهم هيكملوا عشان يكسب هو وياخد الفلوس كلها، وبيبدا سيونج يهجم عليه جوه الرسمه، وكل واحد بيحاول يقتل التاني بالسكينه اللي معاه لحد ما كل واحد بتوع السكينه منه، ورجال الاعمال بيتفرجوا عليهم، وبيقدر سيونج انه يضرب سانج ويوقعه على الارض، وبيغرز السكينه جنب راسه وبيقول انه مش هيقتله، وبيتوجه ناحيه راس الحبار، وقبل ما يقف عليها بيرجع تاني للحارس الموجود وبيقول له انه هيستسلم ومش هيكمل اللعبه، وان سانج هيستسلم معاه، وبيبلغ الحارس القائد ان سيونج عايز يلغي اللعبه وما يكملش ومتنازل عن الفلوس كلها، ولكن قبل ما تتم الموافقه من سانج بيمسك السكينه اللي جنبه وبيطعن بيها نفسه وبينتحر، وقبل ما بيموت بيوصي سيونج على والدته انه يخلي باله منها، وبيكسب سيونج اللعبه والجائزه اللي قيمتها 45 مليار و600 مليون وان، والاول مره بيقدر سيونج انه يتكلم مع القائد انهو، وبيقول له القائد انهم بالنسبه لهم سباق احصنه، وبيتم المراهنه عليهم من كبار رجال الاعمال وبس، وبيتم تخدير سيونج وبيترمي في الشارع وبيكون في بقه كارت فيزا، وبمجرد ما بيفوق بيروح عشان يشوف في كام في حسابه، وبيدخل كلمة السر واللي بتكون 0456 وهم أرقامهم ما كان في اللعبة، وبيلاقي كل الفلوس موجودة في حسابه، وبيرجع بيته وبيقابل والدة سانج وبتشوف شكله متبهدل فبتديله أكل من عندها ليه ولوالدته العيانة، وبيوصل سيونج بيته بيلاقي إن والدته ماتت على الأرض من داء السكري اللي كان عندها، وبيعدي سنة وبيكون سيونج شبه متشرد ما بيصرفش أي فلوس من اللي معاه، لدرجة إنه بيستلف فلوس من صاحب البنك اللي طلب مقابلته عشان يطمن إنه كويس، لأن حسابه فيه مبلغ
كبير ومفيش اي سحب بيحصل منه. وفي يوم بيكون قاعد على البحر وبيلاقي ست عجوزه بتترجاه ياخد ورد منها قبل ما يدبل، فبياخد ورده وبيلاقي في ظرف معاها من لعبه الحبار، وفي ميعاد وعنوان مكتوبين عليه من حد اسمه جامبو، ودي الكلمه اللي كان اتفق عليها مع الراجل العجوز ساعه لعبه البيلي. فبيتوجه على العنوان اللي في الكارت وبيلاقي الراجل العجوز نايم على سرير في المستشفى، وبيستغرب سيونج ازاي هو لسه عايش، وبيقول له انه ورا كل اللي حصل، وبيساله هو ليه سابه عايش، لكن العجوز ما بيهتمش بكلامه، بيقول انه عايز يلعبه لعبه اخيره. وبيبص في الشارع بيلاقي راجل فقير سكران مرمي، وبيقول للعجوز ان الراجل لو فضل لنص الليل مكانه يكسب، انما لو حد جه ساعده سيونج يكسب، وبيغري انه لو لعب معاه هيجاوبه على السؤال، وبيضطر سيونج انه يوافق، وبيبقى فاضل تلت ساعة على نص الليل. وبيقول للعجوز ان المشترك بين الشخص الفقير والغني انهم مش مرتاحين، وكانت وظيفته هي انه يدور على حاجة تمتع الاغنياء. وهنا جت فكرة لعبة الحبار بألعابها الستة، لحد ما هو قرر انه يشارك في لعبة وقابله ساعتها، وكإجابة على سؤاله فهو انقذ حياته لانه استمتع باللعب معاه ورجع له ذكريات عن طفولته. وقبل ما الساعة تدق 12 بتيجي الشرطة وبيساعدوا الفقير، وبيكسب سيونج الرهان مع العجوز، لكن العجوز بيكون مات على سريره وبيسيبه سيونج وبيمشي. وبيظهر العجوز انه كان المضيف لرجال الاعمال واستأذن قبل ما يجوا لانه كان خد اللي يكفيه من المتعه اما اشترك في اللعبه نفسها. وبيقرر سيونج انه يعدل شكله ويطلع على اخو كانج اللي في دار الرعايه وبيطلب رعايته، وبيسلمه لوالده سانج عشان تربيه وتهتم بيه، وبيديها شنطه مليانه فلوس عشان تهتم بنفسها وبالطفل وبيتحسن شكله. وبيتصل ببنته بيقول لها انه جاي لها ومعاه هديه حلوه ليها، وبيكون في محطه القطر وبيشوف قدامه اول شخص لعب معاه وكان السبب انه يشترك في لعبه الحبار، وبيحاول انه يجري وراه عشان يمسكه لكنه بيهرب في اول قطر قدامه. وبيلاقي مع الراجل اللي كان بيلعب معاه كارت اللعبه، وبيعرف ان اللعبه مستمره وما وقفتش حتى بموت العجوز. وبيتحرك سيونج على المطار عشان يروح لبنته في امريكا ومعاه كارت اللعبه اللي خده من الراجل. وقبل ما يطلع الطياره بيتصل بالرقم اللي على الكارت وبيقول لهم انه مش حصان، وعايز يعرف ازاي قادرين يرتكبوا كل الجرائم دي ويعيدوها تاني. وبيكلم واحد في الموبايل وبيقول له انه عارف انه لاعب رقم 456، وبينصحه انه يركب الطياره اللي قدامه ويستمتع بالفلوس وينسى اللي حصل تماما، لكنه بيقول لهم انه مش هيقدر يسامحهم وبيقفل السكه وما بيركبش الطياره وبيقرر انه ينتقم منهم. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.